خليني أسألك سؤال مهم. تخيل إن في ليلة واحدة بس في السنة ممكن تكون أفضل من عبادة أكتر من 83 سنة كاملة. أيوة، 83 سنة من الصلاة والصيام والعبادة. طب الليلة دي اسمها إيه؟ الليلة دي اسمها ليلة القدر، والليلة دي موجودة في آخر 10 أيام من شهر رمضان. لكن المشكلة إن ناس كتير جدا بتمر عليهم الأيام دي وما بيحسوش بقيمتها. رمضان بيعدي بسرعة، والناس بتنشغل بقى بالأكل والخروجات والموبايل والسوشيال ميديا وإلى آخره. وفجأة نلاقي نفسنا وصلنا لنهاية رمضان ونحس إن الشهر خلص قبل ما نستغل. لكن الحقيقة إن أعظم أيام رمضان أصلا هي الأيام الأخيرة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان لما تبدأ العشر الأواخر من رمضان كان بيغير طريقته تماما. كان بقى بيجتهد في العبادة أكتر من أي وقت تاني في السنة. يعني بيعمل إيه؟ كان بيقوم الليل، وكان بيقرأ قرآن، وكان بيكثر من الدعاء والاستغفار، وكان حتى بيصحي أهله عشان يعبدوا ربنا معاه. طب ليه كان بيعمل كده؟ لأن في الليلة دي ليلة عظيمة، ليلة ربنا ذكرها في القرآن الكريم وقال عنها: ليلة القدر خير من 1000 شهر. خلينا نفكر في الرقم ده شوية. 1000 شهر يعني حوالي أكتر من 83 سنة. يعني ببساطة لو عبدت ربنا في ليلة القدر بإخلاص فكأنك عبدت ربنا أكثر من 83 سنة. تخيل بقى إن ليلة واحدة ممكن تكون سبب في مغفرة ذنوبك كلها. تخيل إن ليلة واحدة ممكن تغير حياتك. عشان كده العشر الأواخر من رمضان مش أيام عادية، لأ، دي فرصة عظيمة جدا. طيب، السؤال المهم: إزاي نستغل أصلا العشر الأواخر؟ مش لازم تعمل عبادات صعبة أو طويلة جدا. ابدأ بخطوات بسيطة لكن مستمرة. أول حاجة، قيام الليل. مش لازم تقوله الليل كله، حتى لو صليت ركعتين قبل ما تنام. المهم إنك تحاول تقرب من ربنا في الليالي دي. طيب، تاني حاجة، إنك تقرأ القرآن. حاول تقرأ كل يوم جزء أو حتى صفحات قليلة. المهم إن القرآن يكون موجود في يومك. تالت حاجة، الدعاء. طب الدعاء في الأيام دي له فضل كبير جدا. ادعي ربنا بكل حاجة نفسك فيه، ادعي لنفسك ولأهلك ولأصحابك، وادعي ربنا يكتب لك الخير في حياتك. ومن أجمل الأدعية اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر الدعاء ده اللي علمه للسيدة عائشة رضي الله عنها لما سألته: يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ فقال لها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. دعاء بسيط جدا لكن معناه عظيم. كرر الدعاء ده كتير في الليالي دي. طب رابع حاجة، الاستغفار. حاول تقول أستغفر الله كتير بقى. الاستغفار سبب لمغفرة الذنوب وراحة القلب. طيب، خامس حاجة، الصدقة. حتى لو مبلغ بسيط جدا، يمكن صدقة صغيرة تكون سبب في خير كبير. وفي ناس تعمل حاجة جميلة جدا في العشر الأواخر، إنهم بيخصصوا صدقة صغيرة كل ليلة، وبكده يضمنوا إنهم تصدقوا في ليلة القدر. لكن بقى أهم حاجة لازم نفتكرها إن ليلة القدر ممكن تكون في أي ليلة من ليالي العشر. ممكن تكون الليلة دي، أو ممكن تكون بكرة، أو الليلة اللي بعدها. عشان كده الأفضل إننا نجتهد في كل الليالي. ما تخليش العشر الأواخر يتعدي زي أي أيام عادية. يمكن ليلة واحدة بس تكون سبب في تغيير حياتك كلها. يمكن ليلة واحدة تكون سبب في مغفرة كل ذنوبك. يمكن ليلة واحدة تكون سبب في تحقيق دعوة نفسك فيها من زمان. رمضان ممكن يكون قرب ينتهي، لكن الفرصة الأعظم فيه لسه قدامك. العشر الأواخر من رمضان هي هدية عظيمة من ربنا، فحاول تستغل كل ليلة. صلي على النبي وادعي واقرأ القرآن، ويمكن تكون ليلة القدر الليلة.